أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأتم التسليم على البشير النذير حبيب إله العالمين سيد المرسلين أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد. صلى الله عليك يا رسول الله. روحي لك الفداء سيدي يا عبرة المؤمنين ويا باب نجاة الأمة. مسلوب العمامة والردة. شلون حكاية؟ أعيدها. مسلوب العمامة والرداء مذبوح. توجع قلب الصاحب هاي الحكاية. مذبوح من القفا السليب غريب أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة باب نجاة الأمة، يا ليتنا نحظى بنصرة قائمكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما إن شاء الله. إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. لم أنسها تشكو إليه شجونها. من يهد وإلمن تشكو. عادة إخواني، عادة أنا وياك إذا قلبنا ينعصر واحد يروح الأمة يروح الأبو. مولاتي فاطمة إلمن راحت تشكو حالها. خل نشوف الشاعر شو يقول. لما انسها تشكو إليه شجونها، وأمض شكوى المرء للأحباب بويا كسروا ضلوعي. يكون لجمك ها بدت الشكاوي. يلا شو تقول له؟ تخيل بنية بعمر الورود الإمام الصادق يقول أصبحت أمي فاطمة جلد على عظم. لما أنسها تشكو إليه شجونها، ومض شكوى المرء للأحباب. حلوات الأبيات.
بويا كسروا ضلوعي أنبتوا المسمار في صدري. جاي تقول انت، جاي تقول بويا أنبتوا المسمار في صدري وشقوا بعد ذاك كتابي. الشاعر يقول من مسعف بالنوح قلب المرتضى يا ليمته مذ جرد الزهراء عن الأثواب. ما يخالف واحد مرته تموت، ما يخالف زوجته تموت، بس موت مكسورة الأضلاع. من مسعف بالنوح قلب المرتضى يا مذ جرد الزهراء عن الأثواب. ماذا رأى في متنها شنو شفيت؟ ماذا رأى في متنها ونحيبه بتتابع والدمع في تسكابي. ألفى على المصباح بعض ضلوعها مكسورة من عصرها بالباب. ها ألفى يعني وجد. ألفى على المصباح بعض ضلوعها مكسورة من عصرها بالباب. يا ليته ألفى حسينا عاريا. والله كون هي تاخذنا ونروح. يا ليته ألفى حسينا عاريا ذاك القراح صوافنا النصابي. أحا معين السباك أحاش سولف عن مصيبتها وخبرها نبت المسمار بصدرها. قالوا له حاج معين السنة شنو كتبت على فاطمة؟ قال حاش سوليف عن مصيبتها وخبرها نبت المسمار بصدرها من عصرها. طاحت وطاح الحسن وحسين بكترها. هو زل ما يطيح فاطمة. طاحت وطاح الحسن وحسين ضلع واحد يا علي ودعلك جاب ضلوع. شو اسوي لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عوضك إن شاء الله، عوضك إن شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. رحم الله المتقين وجعلنا وإياكم من المتقين العاملين بفضله وبشرف الصلاة على محمد وآل محمد. كرامة للصديقة فاطمة بأعلى أصواتها. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. صدق الله العلي العظيم. صدق المولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حبه الصلوات. هذه الرواية الشريفة التي ألقيتها على مسامعكم الكريمة المباركة رواية عن مولانا أمير المؤمنين بلسان الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لها ارتباط وثيق جدا بالقضية الفاطمية، وهي من أعظم وأخطر وأجل وأقوى الملفات عند مدرسة أهل البيت، لأنها المحور الأساسي والرئيسي. من دون فاطمة ما نقدر نشتغل أي شيء، ولا نقدر نبين أي فضائل من أي أحد من آل محمد. مدار الكون وقطب الرحى صلى الله عليك مولاتي. شوية أريد التفاتة من الشباب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف المروي عن مولانا أمير المؤمنين استخدم نظام من أنظمة القرآن الكريم. تعلمون إخواني، القرآن الكريم عبارة عن منظومة ومجموعة أنظمة. يعني الله تبارك وتعالى ما تحدث معنا بأسلوب واحد وطريقة واحدة وسليقة واحدة، لا، شبيه عدد أساليب الحديث معنا، وعدد مضامين القرآن الكريم، وعدد أبواب الدخول للقرآن الكريم، وعدد الناس اللي من خلالهم نفهم القرآن الكريم. مو يقول الإمام شرقا وغربا فوالله لن تجد علما، مو الإمام الصادق يقول. يجي واحد يقول له منين أخذ العلم؟ يقول له روح شرق وغرب. إلا من عندنا، من عندنا يعني من رسول الله إلى الحجة. تعداد مشارب القرآن الكريم هذا، إنه رسول الله استخدم نظام من أنظمة القرآن الكريم ما له علاقة بالأنظمة الباقية. شنو هذا النظام؟ وهو نظام التشبيه والتمثيل. وهذا تجدون آياته في القرآن الكريم عظيمة جدا وكثيرة جدا ما له علاقة. يعني مثل الذين حملوا التوراة ثم لم، لا كلكم قول، يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا. هذا وصف الله تبارك وتعالى يمثل علماء بني إسرائيل الذين حملوا التوراة في صدورهم لكن أخلاقهم شبيه صفر. لابسين عمايم لكن أخلاقهم صفر. يقولون إحنا علماء لكن أخلاقهم، إحنا العالم شنو فايدته؟ الله يحفظ علماءنا جميعا في حوزة قم وحوزة النجم، الله يحفظ علماءنا جميعا رحم الله الماضي. العالم شنو فايدته أخواني؟ العالم فايدته المفروض أن يأخذ بيد الناس وين يوديهم؟ إلى الصواب، إلى الجنة. مو المفروض هذا؟ وإلا شنو فايدة العالم؟ شو يسوي؟ يعني هو مهنة، العلم مهنة إخواني. حتى أسأل التقليد وغيره. يعني أنا مثلا الآن هاي السماعة تعطل شوية، بالله خلي بالك يعني. لا أخذها للحداد ما يصير، أوديها وين المفروض؟ بالتخصص. واضح. فنظام التشبيه والتمثيل في القرآن واضح جدا، إنه الله تبارك وتعالى يشبه شيء بشيء. حتى شنو؟ حتى احنا نفهم. أنزلناه قرآنا، أهل القرآن عن عربي حتى نفهم، نريد نفهم. فالله تبارك وتعالى يعني مثلا إخواني سؤال، هذا القرآن إذا أخليه على جبل يصدع لو ما يصدع؟ شوية أريد أدغدغ مشاعرك. هذا القرآن اللي بين أيدينا إذا أشيل هسه وأخليه على تلة من التراب، وعوف الجبل ما عندنا جبل، هاي التلة تصدع لو تبقى تلة ماكو شيء. شنو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. وبعدين يقول وتلك الأمثال. شنو غير هو القرآن؟ لا ذاك اللي في صدور الذين أوتوا العلم، مو هذا. الآن هذا حبر على، ولكن مضامين اللي في صدر محمد وآل محمد شنو؟ الجبال تتحملها لو ما يتحملها. واضح أخواني؟ دققوا هاي أمثال. يقول هذا مثل سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا لو اللي في صدر رسول الله. أي بلي. هاي رواية أن أمير المؤمنين ودع عليه رسول الله وقال له تعال خلي فمك على فمي، واثنينهم أغمى عليهم طاحوا.
فسألوا أمير المؤمنين قالوا له يا علي شنو السالفة يصيحك رسول الله يخلي حلقك بحلقة وتطيحون اثنينكم شكو؟ قال لا تلوموني عندما صاح لرسول الله وخلى فم على فمي أحسست كأنما جبال الدنيا نزلت في صدري. هذا علم، ولذلك خلى باب المدينة، مو خلى باب المدينة. واضح اخواني، واضح. هذا نظام التمثيل والتشبيه بالقرآن. عشرات عشان عندي كلام مهم. واضح. رسول الله شو يقول؟ إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم. وين؟ بالقرآن الكريم. إلى هنا واضح اخواني. هاي مقدمة، بعدني ما مسولف أي شيء شبابنا عزتي. شو اريد التفات الأخوة، أكو حركة. أي والله عزتي استريحوا. واضح. من ضمن الفتن والشبه لعله تمر على أذهان أتباع مدرسة أهل البيت إنه يابه، والشبهة موجودة عند غيرنا، عند المدرسة الغيرنا موجودة هاي الشبهة، ويتغنون بها وكأنه ما عندهم. الأخوان احنا عندنا آل محمد وعندنا القرآن إن شاء الله نحل المشاكل. وهي يعني يقولون يابه هو في زمن رسول الله ما كان أكو أبواب. عليهم الخمسين أبواب بزمن النبي ما كان موجود. يعني هالأبواب هاي الموجودة في زمن النبي ما كان موجود. هذا شو يريد يقول لك يعني؟ من يقول لي من الشباب يلا جيد ماكو أبواب في زمن النبي، يعني شنو؟ الله يبارك فيك، يعني فاطمة خلف باب أكو لو ماكو؟ محسن أو محسن أكو أو ماكو؟ شفتوا عليهم الخبصين دي وتتهمون الصحابة مثل ما هم يقولون. لأن هو في زمن النبي بيبانهم بسيطة جدا. راح أقرأ لك الرواية. بسيطة جدا، وهذا مخلي بردة، هذا مخلي فرد غطاء بسيط، هذا مخلي قصب خفيفة، ماكو أبواب ثقيلة وتفتح وتغلق وتدفع. بينك ما بين الله هذا شو تقول له؟ إذا ما رب العالمين رحمنا بالقرآن ورحمنا بآل محمد شو تقول له؟ تقول له ها والله إيه يجوز صدق، مش مدري مو. ولكن النبي ايش قال؟ قال بابا انتم على من داخلين؟ انتم اي شيء فتنه تجيكم وين تروحون؟ هو اذا التبست عليكم الفتن. التبست يعني شنو؟ هسه قبل الحراميه يبوقون بالليل لو بالنهار. قبل يعني اتذكر جيلي 90 اتذكر قبل ما اتذكر حرامي باق بالنهار. اما الان شوف التبست، فقبل انت ما تعرف هذول 10 يا الباقي ما ادري. اما الان واضح يبوقك على العلن. شوف اكو التباس يصير. لذلك رسول الله صلى الله عليه واله اخواني اعزتي ارجوك خلي بالك يمي، شبه الفتنه كانما هي قطعه الليل المظلم. حق الباطل مبين لو ما مبين ماكو. هذا الصدق يقول ابواب ماكو في زمن رسول الله. شلون السيده الزهراء خلف الباب وعصرت ودفع الباب وطاح المحو؟ هاي التفاصيل شنو؟ ممكن اخواني لو ممكن. النبي قال لا على اليمن. هذا القرآن ارجعوا له. واضح اخواني؟ صلوا على محمد وعلى محمد. خلنا نرجع للقرآن. فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. خلنا نرجع للقرآن ونشوف مثلا نشوف كلامهم صحيح لو هم أصلا قرآن ايش فيه؟ اخواني ترى هو مو باللقلقة مو بالحفظ، لا. هذا الصحابي من اللي قال جيفه امير المؤمنين ايش قال لسلمان؟ لا تغرنك طنطنة الرجل. كان يطنطن لو يقرأ قرآن قبل يطنطن مثل الذبانة يدندن. قال له ايه ما لك علاقة هذا قال له يا امير المؤمنين والله حلو صوته. قال له ايه هذا بعد فرد يوم من الايام راح القاه يقاتل امير. سبحان الله قرب امير المؤمنين. قال له تتذكر هذا؟ سبحان الله هذا اللي جاء. قال هذا الذي كان يطنطن. ايه اخواني ما له علاقه والله، ما له علاقه، لا لحيه ولا عمامه، ما له علاقه، بقلب سليم. زين يلا اول دليل قراني على دفع هذه الشبهه في سوره القمر الايه 13. بسم الله الرحمن الرحيم. وحملناه على ذات الواح ودسر. شنو حملناه؟ يا هو
أعظم مشروع تبليغي في بداية الأرض. نوح قلنا له روح ابني سفينة، والسفينة مقتضيات بنائها منين حتى تغرق لو ما تغرق. لا إله إلا الله. شو يسوي لك أنا؟ أنت ما تقرأ قرآن، أنت بس تطنطن. أنا أتباع آل محمد أقرأ القرآن بالدليل، أقرأ القرآن بالعلم. تعلموا يتعلمون علومنا ويعلمونها الناس، في رواية عيون أخبار الرضا. المهم، وحملناه على ذات ألواح ودسر سنة وشيعة وغير المدارس من مالكية وحنبلية ومدري منه، عشرات مليارات البشرية، آلاف المفسرين، آلاف العلماء يقولون حملنا نوح على سفينة المخلوقة أو المصنوعة من ألواح خشبية، وهي الساج، ألواح الساج اللي هي الصاج. أكو نجار قاعد يعرف بعد. ودسر، الدسر مجموعة دسار، والدسار الواحد المسمار. يعني حملنا نوح على سفينة، والسفينة المفروض منين مصنوعة حتى ما تغرق؟ من ألواح ساجية خشبية، وبمن مثبتة؟ شو يسوي لك؟ أنت تقرأ قرآن، لو ما تقرأ قرآن ما تفهم. شو يسوي لك يعني؟ ما تفهم. إلا أبدل مخك، إلا أبدل دماغك. القرآن جدا واضح وصريح. سؤال إخوان، سؤال: منو أقدم باعتبار الزمن؟ ايش فيه؟ اقتضاء عقلي. تسولف وياك شويه قاعده عقليه. اقتضاء عقلي، الزمن المفروض اذا تقدم يتطور لو يرجع. المفروض يتطور. انتم مع الشباب تعلموا تفهموا. يتطور ما شاء الله. وين وصل الان؟ روبوت جاي قاتل بعد ما كله، حتى بعد يومين ماكو هم مسير وغيره، روبوت جاي قاتل اصلا هو مو في الزمن الاول، في زمن نوح، الله يقول اكو اخشاب، وهاي الاخشاب المفروض بمن تثبت؟ بمسامير. ها الله يبارك. وحملناه، يعني حملنا نوح وسفينة نوح، وحملناه على ذات ألواح ودسر. الألواح شنو؟ جمع لوح، والدسر جمع دسار، والدسار الواحد شنو؟ حتى أن رواية لقيت بالموروث الشيعي مدرسة أهل البيت، لقيت رواية أن جبرائيل نزل على نوح وقال له خلص بعد راحة، بس السفينة مالتك ما تمشي. انطاه صندوق اللي بالي 60,000 مسمار، اللي أتذكر الرواية يعني، اللي أتذكر لأن أنا عندي كلام مهم جدا. 60,000 مسمار دسار، حقيقيات مادية، مسامير هاي العلم. ولكن قال له السفينة تمشي لو ما تمشي. وأخرج له 5 أنوار. من أراد الله بدأ بكم. أي شيء من دون آل محمد ما يمشي، معطل واقف. ومن وحده قبل عنكم. اللي أخذ التوحيد بعد شو يسوي؟ يأخذ كلامكم. خلاص واضح. يقول أول ما أخرج بأول مسمار ذات نور عظيم مشعشع كبير جليل، هذا نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج للنور الثاني، المسمار الثاني، الثالث، الرابع. يقول نوح قال له يا جبرائيل ما لي أرى هذا المسمار، كلما نظرت إليه انكسر قلبي. قال هذا المسمار باسم الحسين يذبح على شاطئ الفرات. يقول خلاهن مشت السفينة. واضح؟ هذا الدليل الأول منين؟ من سورة القمر الآية 13. تعالوا وياي الدليل الثاني. طبعا كل دليل تحت شنو؟ تفريع، ولكن أنا يعني على عجالة لأنه البحث جدا مهم. سورة الفجر مثلا آية 10: بسم الله الرحمن الرحيم وفرعون ذي الأوتاد. ايش بيه فرعون؟ أهل اللغة يعني طلابنا شبابنا إخوان، ذي مو بمعنى صاحب. أنا هم دارس ذو. ذي أو ذو بمعنى صاحب، يعني ذو الأخلاق، يعني صاحب الأخلاق. وحدة من أعظم صفات صفات وألقاب فرعون ذو
الأوتاد. الإمام الصادق سألوه قال له يا ابن رسول الله ذو الأوتاد شنو معناه؟ سيدنا عند المنبر مولاي، ذو الأوتاد شنو معناه؟ قال لأن فرعون، إخواني وياي فدوه عزتي، قال لأن فرعون كان إذا أراد أن يعذب أحدا عذبه عذابا شديدا، جرده من ملابسه. وهاي صارت إخواني وآسيا اللي هي زوجة فرعون سواها طبقها. يقول يجيب الإنسان يجرده من ملابسه ويثبت يمينه وشماله ورجله اليمنى ورجله الشمال اليسرى، ويثبتها على اليمن على لوح من الخشب ويثبتها بمسامير، ويبقى تحت أشعة الشمس إلى أن يموت. شو استخدم فرعون؟ أوتاد. زين هاي الأوتاد ما موجودة بزمن رسول الله، زين هو ياها الأقدم زمن فرعون زمن موسى لو زمن رسول الله، فالمفروض اقتضاء الزمن ايش بيه؟ ها؟ المفروض يطول. والإمام الصادق نفس القضية ويا من سواها؟ وزوجته فرعون لأنها آمنت. هذا الإيمان المصيبة، الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا، ذولا إيمان. أنا هم أسولف على الإيمان شنو؟ إلى هلا. المهم هذا يا دليل القرآني. الثالث تعالوا وياي. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وراودته التي هو في بيتها، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. ايش سوت من راودته؟ ها؟ فدوا اروح لكم يعني رايين يا ساتتي، الله موفقين ان شاء الله. ايش سوت؟ غلقت باب واحد لو غلقت ابواب. هسه عوف القرآن وعوف الرواية وعوف المنهج وعوف الحوزة وعوف الدنيا كلها، روح لك أي واحد عربي أبو غنمات، لي الشرف أن أكون عندي غنمات وأرعى الأنبياء كلهم. أي واحد أبو بادية يقول له عمي إذا أقول غلق الشيء وفتح الشيء المفروض ما أديله معنوي، لأنه إذا برد. هسه هاي شنو؟ هاي أقدر أقول لك اغلقها، شو تقول لي؟ شو القضية؟ ايش بيك؟ شنو اغلقها؟ قل لي ارفعها. رفع الغطاء، مو الغطاء لو رفع الباب. دققوا اخواني، ما اعرف هذا قرآن. واذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل وين تروحون؟ رجعنا القرآن. وراودته التي هو في اكو نكته اريد احكيها اخلاقيه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت. حبيبنا أبو عبد الله يقول بدعاء عرفة: عميت عين لا تراك عليها. شنو هي؟ عميت عين، يا عين، عين المستحة وعين الخجل من الذات المقدسة، انظر إلى من تعصي. هي هاي المصيبة أخوان، هي هاي المصيبة. ولذلك خلانا قاعدة: عميت عين لا تراك عليها رقيب، يعني هذا. ولذلك هي بذاك الزمن بعد مو شيخي، بعدين صار الصديق، مو صار الصديقة بعدين بعد زوجة نبي، لا هذا الكلام قبل كانت عمية. لو تشوف مو ذني هذا عمية، لأن هي باعتقادها سوت غطت الإله، غطت ربها حتى ما يشوفها. شوف وقال لك له يلا، لا مو يلا، جباري بابا، الحبيبي بابا، الحبيبي بابا. الله يقول: أنا غيور على عبدي. إذا يروح يذنب يعني ما إجاني، ما يريدني. إلهي يلبستني الخطايا ثوب مذلتي. مو يقول له زين العابدين،
وأمات قلبي عظيم جنايتي، قلوبنا ميتة فاحيه بتوبة منك يا عملي وبغيتي. مو هاي يقلنا فإن طردتني عن بابك فبما، وين أروح يا اللي يتحملني أنا؟ منو يتحملني غيرك؟ منو يتحملني غيرك؟ أنت تطردني وين أروح؟ يا من يقبل السحر اقبلني. اي والله بليلة فاطمة والله مصيبة إذا طلع الإمام وقال ما أعرفكم، والله مصيبة. أبو صالح سيدي أنا كنت أقرأ ما أعرفك، أنا كنت أبكي الوادي ما أعرفك، أنت ما كنت وياي، أنت كنت ويا نفسك، أنت كنت ويا الهوى، أنت كنت ويا الدنيا، أنت كنت أقل ملذة تروح وتعوفني، أنت ما كنت وياي. بينك ما بين الله، إذا قال ما أعرفك وين أروح؟ يا وين أروح؟ ابن فاطمة بجاه أمك فاطمة لا تعوفني حتى إذا أنا عفتك. أي والله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. في زمن رسول الله ماكو أبواب، في زمن يوسف زمن البعيد بداية الأرض كان أكو باب ويغلق ويفتح. زين هسه أكتفي بثلاث أدلة قرآنية، أروح للأدلة الروائية مع الصلاة على محمد وآله. على حب فاطمة بأعلى أصوات. زين هذا الدليل الروائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرواية ننقل مثل ما هي، شيعيا نقول وآية صلى الله عليه وآله عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأجيف الأبواب. طبعا الرواية في مسند أحمد وأمال الشيخ المفيد وأمال الشيخ الصدوق وعلل الشرائع، أهم مصدر اللي هو شنو؟ مسند. إذن هم عندهم أكو أبواب لو ماكو. سبحان الله. ليش تقول؟ لأن فاطمة هاي. وأجيف الأبواب واذكروا اسم الله عليها فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف وذكر اسم الله عليه. أجيف شنو؟ اليوم أقلب واحد من معانيه شنو؟ غلق. ولذلك عندنا مستحب وقت المغربية ساعة المغرب يستحب غلق أبواب الصحيات والحمامات. هسه ليش اكو آثار أخلاقية من ضمنهن هذا. وأجيفوا الأبواب، سدوها. رسول الله يقول سدوها. يا أبا أحمد، هذا أحمد ابن حنبل، معقولة ما شفت هاي الرواية؟ بعد أريد أقرأ على عجالة عند الرواية. حديث عائشة مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه في إحدى الليالي ظن أنني رقدت. عائشة تقول كان بايت يمي. هسه أنا ما أريد أعلق على الرواية. ظن شنو؟ رسول الله ما عنده ظن إخواني، رسول الله كله يقين، مخلوق من يقين. هذا حكي، أنا ما أريد أعلق على الرواية. أصل الرواية اللي أريده شنو؟ شاهد الحال إخواني، خاف تعبتكم. شاهد الحال: في إحدى الليالي ظن أني رقدت فانتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا. هم غير يقولون أمنا، هي أمهم لو أمنا، إحنا أمنا معروف. هم أمهم تقول الباب أكو لو ماكو. خو أنت خذ حكاية أمك، وليش تقول على فاطمة ماكو باب؟ خو أمك تقول رسول الله نايم عنده وسد الباب وطلع. وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا ثم خرج وأجافه رويدا. هم من فتحها على كيف بعدين سوى سد على كيف. سبحان الله.
الرواية في تاريخ المدينة لابن شبل المجلد الأول صفحة 88، ووفاء الوفاء ومسند أحمد ومسند النسائي وإلى آخره. احنا أخوة ما بالدق، الأخوة بعد راجع. إيش قد صارت؟ 2 3 عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مر رجل، هاي أخلاقية أيضا، إن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق. ايش بيه الباب؟ غلقوا فتح. هاي إخوان عبارات مهمة. غير مغلق فنظر. هنا الاختبار بعد إخوان، هنا الاختبار. باب مفتوح وورا الباب أكو نسوان، بس الباب ايش بيه؟ مفتوح. مثل هذا يوم من الأيام الإمام يمشي بالسوق وواحد بصفه من الجماعة ربعنا، يقول صاحبنا نظر إلى مرأة بالشارع، اجوا طبوا للمسجد، كمل رسول الله، كمل الإمام كلامه شلون، قال يا فلان لا تقم من مقامك انتظرني. يقول صاحبنا قام يطلوان، يقول قال له سمعا وطاعة يا ابن رسول الله. يقول قعد، قامت الوادم، قال له لما نظرت إليها وأنت تقول إنك مني ومن أتباعي؟ قال تب إلى الله أو تتركنا. لو توب لو شنو؟ اتركنا ولا تقول منا. قال إني تائب إلى الله يا ابن رسول الله. نظرة، هاي نظرة، انتوا وش تردون من عدل؟ إن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. المفروض هم شو يسوون؟ طبعا هاي إخواني لا خطيئة عليه، عود شنو يعني نقول له شكرا لك؟ لا لعظم المسألة. يعني أول مرة إذا نريد نحاكمه هو لو نحاكم أهل البيت أهل الدار، لأنه الباب المفروض يغلق. هاي الرواية أيضا في مسند أحمد، اللي شو استفاد منها؟ إنه الباب في رسول الله عند رسول الله يغلق ويفتح. حتى إخواني رواية غلق الأبواب إلا باب علي، يا علي يا علي يا علي، تغلق جميع الأبواب إلا باب. يقول هذا الخبيث الأول، يقول أشار قال له يا رسول الله باب علي منها؟ قال لا، لأنه من أفضلها. في بلي صلى على محمد. بعد ايش قد صارت؟ 4 ايش قد؟ 4 5. جاء في حديث مثل تزويج فاطمة عليه السلام إنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرهما أن يقوما إلى بيتهما ثم دعا لهما، فدوا أروح لك يا رسول الله ادعي لنا حبيبي، ثم قام فأغلق عليهم بابه. سوى إذا برده تنغلق لو تنشال، قصب يتوخر. هاي الرواية أيضا موجودة عندنا بالبحار، وعندنا بحقاق الحاق ونظم درر السمطين وعوالم العلوم ومناقب الخوارزمي، مجمع الزوائد، حلية الأولياء، كتاب المصنف للصنعاني، وهكذا عشرات المصادر. آخذ بعد رواية واحدة وأختم. هاي عائشة تقول يوم من الأيام كان رسول الله عندي، ألا لعنة الله على الظالمين، اللهم لعن قاتلي مولاتي فاطمة وعذبهم عذابا أليما يستغيث ويستجير منه أهل النار من الأولين والآخرين إن شاء الله. تقول كان رسول الله عندي فطرق الباب. ايش بيه الباب؟ انتم وياي. قال لي رسول الله قومي وافتح الباب، وإذا به الخبيث الأول. ورا شوية طرق الباب، قالها قوم افتح الباب، وإذا به الخبيث. عائشة قومي افتح الباب، وإذا به الخبيث. طرق الباب، قالها يا عائشة أنا أقوم أفتح الباب.
وأنا بنفسي. تقول عائشة: هرول رسول الله وإذا به وقع على عتبة الباب، بعتبة الباب تعثر. تقول: قلت له: يا رسول الله على كيفك؟ قال لها: يا عائشة، كيف لا أفتح الباب والملائكة خلف الباب تصارعت وتقاتلت، كل يقول أنا أفتح الباب لعلي بن أبي طالب حبيب محمد. الملائكة قاتلت، فأنا أطلع أحل النزاع. عجيب. ففتحت الباب وإذا به علي، اللي سلمان المحمدي مثل هاي الليلة يقول: رأيت علي جالس وواضع رأسه بين ركبته. مثل هاي الليلة تقريبا، مثل هاي الليلة. تقول: جينا أنا وأسماء، يقول: جينا أنا وأسماء نسولف ويا عود، قلنا له: يا أمير المؤمنين يا علي، أنت توصينا بالصبر. قال: نعم يا سلمان، الصبر جميل. أدري أنا أدري، ولكن على فاطمة ليس بجميل. قال: عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين، قواك الله، الله يساعدك. قال: لا يا عم يا سلمان، والله عندما غسلتها مرت يدي على ضلعها المكسور، مرت يدي على ضلعها المكسور. يا الباب وفتك مسمارها، ما لواغ اعمل قلب نجارها. ليش يا النجار ما عندك حساب تترك المسمار طالع ورا الباب؟ يلا عبود وكيو دريت بيا صدور خلف صواب، صدر روح المصطفى مختار، باب مني جذوع وذجيله الله أكبر، وذجيلة وزين. بعدني ما قارئ، اريد اهيئك. انطبقني على اموينا، طبقي الجفين وقام يعصرها الزنيم بحيله، قام يعصرها الزنيم بحيل. زينب يقلها ابو فاضل، يقلها: سولفي ليش قد عددهم كان، طبوا عالزكية وشبوا النيران. تقول ابو فاضل: تعال سولف لك. شو سولف لك يا ابو فاضل يا ابو النعماس؟ 300 نذير عصروها يا عباس. اويلي مولاتي فاطمة الزهراء، من تسمعني احتبس براحتك. فاطمة الزهراء أوصت مولاي أمير المؤمنين 3 وصايا. الوصية الأولى: يا علي تفني بالليل، وحش الليل، يا علي تفني بالليل، يا علي بليل جنازتي لو رايد تشيعها. وحدك أريد وحدك، يا علي بليل جنازتي لو رايد تشيعها، وعدواني لو رادوا تجي تحضر بدفني، امنحها بالحد بعطوف نزلني. ليش لا ليش مصيوبة لا
وتلجمني. الوصية الثانية: يا علي الله الله بأيتامي من بعدي، يعني زينب. الوصية الثالثة: يا علي عندما تدفني بالليل وتدير بالك على يتاماي، اقرأ عند قبري القرآن فإني أحب تلاوة القرآن بصوتك. يقول أمير المؤمنين دفنها المرتضى تالي وقام يرتل بعبره يا أبويا، يا بدفنها يا 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 دفنها المرتضى تالي وقام يرتل بعبره، ومن كثر التعب غمضت علي نام على قبر الزهراء يا حسين. غمضت ونامت عينه بالعترة، ولن صوت من القبر يطلع: يا كرارنا الزهرة زينب قعدت من النوم يا علي. عوف قبر روح له، روح له يا بزينب قعدت من النوم يا علي يا أبويا، زينب قعدت من النوم وخاف عليها يا أبو حسين. ما ترضى الزكية تشوف زينب تقعد من النوم، جايش يصير بالزغرة لو جابت هذاك اليوم يا أبو. هذاك اليوم شنو صار؟ يقول قام أمير المؤمنين نفض التراب، عمت عين عليك بوله، عمت عين عليك يا أبويا. نفض التراب عن ملابسه، قام أول ما شاف زينب واقفة على الباب: بويا الباب بدله، الباب بدله، الباب بدله، الباب بدله. يقول كضت يد أمير المؤمنين الشاعر، يقول وقفت قبال الباب قالت لأبويا الباب بدله، الباب بدله، الباب بدله، الباب بدله. أنا مالي قلب يا أبو يا صدري. راحت الأيام، وجت الأيام، اجت للإمام زين العابدين قالت لعمه: ها قد أتوا بالنياق الهزل. وأسمع يقولون زينب باكر عندنا سفر طويل. يقول هنا، يقول زينب ما أدري حصرتها العبرة، ما أدري شو تذكرت، أكيد تذكرت واحدها. قالت: أنا تدرون بي هاشمية ورفقة شمر صعبة علي. مو أردلتمك شوي، أردلتمك يلا يا تدرون بي أبو علي، تدرون بي هاشمية ورفقة شمر صعبة علي، أيام خدرت عباسي. اللي يحب ابو فاضل يون وياه، يلا ما ونينا اليوم. اي والله تدرون بيا غاية يا شيمي. بعد اردبتشيك حياك الله مولاتي يا روح. مولاتك السولف ما خلت واحد ما سولفت وياه، بعد ماكو. مولاتك فاطمة قامت السولف ويا الحافر اللي وجع قلبها، الحافر اللي لكم صدرها. أويلي شنو قالت مولاتي؟ حبيب حسين هذا الغارق بدمه، وعلى عياله وحريمه طاحن خيمه، ما كفك حرايب وذر جسمه، بسك لا تدوس ارحم بأمه. عفت قبري وجيت الطوم علي والنعم، اسمعني، ولملم جثته عالغبرة متوزغة. يا حافر عوف قلت لك يا فلة لوعة.